مباراة عربية كبيرة في كأس العالم، الجزائر ضد الأردن، مواجهة تحمل أهمية قصوى لأن الفائز فيها يقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور 32، وهذا ما يجعل الضغط عالي جدا على المنتخبين قبل صافرة البداية. هذه المباراة لا تلعب فقط على أرضية الميدان، بل تلعب أيضا على المستوى الذهني، لأن كل فريق يعرف أن أي خطأ صغير قد يكلفه الكثير في هذه المرحلة الحساسة من البطولة. منتخب الجزائر يدخل هذا اللقاء وهو يملك جودة فردية واضحة وخبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة. الفريق يعتمد على أسلوب ضغط عالي منذ البداية ومحاولة افتكاك الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، مما يخلق ضغط مستمر على الخصم ويمنعه من بناء اللعب براحة. في الخط الأمامي وجود لاعبين مثل رياض محرز يعطي الجزائر قدرة كبيرة على صناعة الفارق في أي لحظة، سواء بتمريرة حاسمة أو مراوغة أو تسديدة من خارج المنطقة. كما أن وجود أسماء شابة وسريعة مثل عمورة أو شايبي يمنح الفريق تنوع هجومي كبير في التحركات خلف دفاع. وفي وسط الميدان لاعبين مثل مازا أو شرقي يساهمون في خلق الحلول بين الخطوط، بينما لاعبين مثل بوداوي يضيفون توازن بين الدفاع والهجوم واسترجاع الكرة بسرعة. وفي الخط الخلفي بن سبعين يعطي صلابة وخبرة كبيرة في التعامل مع الضغط، خاصة في المباريات التي يكون فيها الخصم منظم دفاعيا، لكن في بعض اللحظات قد يعاني المنتخب الجزائري من المساحات خلف الدفاع عند التقدم المبالغ فيه، وهو ما قد يستغله الخصم إذا كان سريعا في التحول. في المقابل منتخب الأردن يدخل بأسلوب مختلف تماما، يعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط الجماعي. الفريق الأردني يجيد غلق العمق الدفاعي بشكل ممتاز ويجبر الخصم على اللعب على الأطراف دون خطورة كبيرة. في التحولات الهجومية يعتمد الأردن على السرعة واللعب المباشر، حيث يمكن لتمريرة واحدة أن تغير شكل الهجمة بالكامل. وجود لاعب مثل موسى التعمري يعطي الأردن خطورة كبيرة في المرتدات، لأنه لاعب سريع ومباشر ويجيد استغلال المساحات. كما أن الأردن يعتمد كثيرا على الكرات الثابتة، والتي قد تشكل سلاحا حقيقيا أمام دفاع يهاجم بكثافة مثل الجزائر. من الناحية التكتيكية المباراة ستكون صراع واضحا بين فريق يريد فرض السيطرة والضغط العالي وصناعة الفرص باستمرار، وفريق آخر يعتمد على الصبر الدفاعي والانتظار واستغلال الأخطاء. وسط الميدان سيكون منطقة المعركة الأساسية، لأن كل كرة مفقودة قد تتحول إلى هجمة خطيرة مباشرة، ومع مرور الوقت سيزداد الضغط النفسي على الفريق الذي لا ينجح في التسجيل أولا، مما يجعل التركيز عامل حاسم جدا في هذه المباراة. ما موعد المباراة والقنوات الناقلة؟ المباراة ستلعب يوم الثلاثاء على الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر، وستنقل عبر حوالي 26 قناة رياضية حول العالم، من بينها قنوات بي إن سبورت وقنوات رياضية دولية أخرى. بالنظر إلى جودة عناصر الفردية والعمق الهجومي والخبرة في مثل هذه المباريات، تبقى الأفضلية على الورق لصالح المنتخب الجزائري، لكن منتخب الأردن قادر على خلق صعوبات حقيقية إذا نجح في الصمود الدفاعي واستغلال المرتدات بشكل جيد. أتوقع الأقرب لهذه المباريات هو الجزائر 3-1 الأردن. التشكيلة المتوقعة لمنتخب الجزائر: في حراسة المرمى لوكا زيدان، في الدفاع رامي بن سبعيني، بالعيد أيت نوري، شرقي، في الوسط مازا، بوداوي، طيطراوي، في الهجوم رياض محرز، ويري، شايبي.